السلام عليكم الفنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ معكم مريم بوير. اللي اول مره يشوف القناه ديالي كنقول لك مرحبا والف مرحبا، والناس القدام كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم والوفاء ديالكم. الفيديو ديال اليوم غادي تكون طلبيه فيها 1 ونص كيلو ديال هاد جوج شكيلات اللي كتشوفوا قدامكم. غنذكر معكم ثمن البيع، وغادي نقول لكم واحد العجينه اللي ممكن تنافسوا بها صحاباتكم اللي معكم في السوق. عجينه كتعطي من 3 حتى 4 كيلو على حسب نتيا كيفاش غادي تخدميها. وكنتمنى الفيديو يكون مفيد مع جميع الاسرار. شي نصائح ما عمري سمعتهم في شي فيديو غادي نقدمهم لكم في هذا الفيديو. هذا شكيلات زوينين مؤدبين، اللي ذاقهم غادي يرجع ياخذهم بهاد المذاقات هادو اللي استعملنا فيهم ان شاء الله. واحسن ما كاين في هذا الفيديو هي داك العجنه الرائعه. وما تنساوش راني كنقدم نصائح من اول فيديو حتى لاخر الفيديو، فلهذا الا بغيتي تستافدي اختي كمليه من الاول للاخر. هنا في واحد البول تندير 250 غرام ديال الزبده مارغرين اي نوع بغيتي، 2 كيسان 150 غرام في كل كاس ديال سكر سنيده اللي كتكون رقيقه، مع قبيصه د الملحه. هنا وكنديرهم في الباط في العجانه، او الا كان عندك الباطور ديال هذاك الخلاط اليدوي ولا الكهربائي كيتخلطوا. درت واحد النكهه ديال الزبده بلا ما تشريوها، ما عندها حتى شي دور. استعملتها 3 ديال المرات باش نقطع الشك زعما، ولا هذا ما كتعطي لا مذاق لا والو، وجودها بحال العدم ديالها. من بعد ما دخلوا العناصر الواله كندير واحد 2 كيسان ديال الزيت، كيدخلوا مزيان مزيان. كندير 4 البيضات، 4 البيضات الحجم متوسط. علاش قلت لكم ضروري من العجينه صراحه كتخدم لكم مزيان؟ هنا كتشوفوا العجينه سايحه، ولكن مع الباطور ولا العجانه كتجمعها. نتوما تشوفوها منين نجي ندير الدقيق كتشوفوا اللون تغير. درت الكراميل، انا واحد المعلقه ديال الجليكوز مشات كامله لصقت في داك اليد ديال الخلاط، ما بغيتش خليت لكم الكواليس وكل شيء. من بعد مشيت درت المعلقه في الماء ودرتها في الجليكوز. هانتوما كتشوفوا، ها شفتوا القوام كيفاش رجع الزبده. عاد ملي كيرجع القوام هكا وثقيل كله مخلط وبحال الزبده، عاد كنبقى نخوي الطحين شويه بشويه. هاد العجينه هذه هزات لي 1.5 كيلو، وانتوما على حساب الطحين ديالكم. ما تكونوش مقيدين زعما بالطحين ديالي. نتوما حطوا 2 كيلو وبقاو تخويو بشويه بشويه. هنا اللوين ديالها بداك النكهه الكراميل تبدل اللون ديالها قبل ما يدخل الفران. الا بغيتو اللوين يجي محمر وما يجيش صفر ديروا الكراميل. هانتوما كتشوفوا عجينتها مزيان، الله يعطيها الصحه هاد الحادقه. هنا غادي نمسح العجانه ديالي، غادي نخبعها ونخدم فوق الرخامه لانني تما فين كنخدم. هنا غادي ندير تقريبا 2 معالق كبارين ديال الطحين غير باش نجمعها وصافي. شوفوا الكميه، هانتوما شوفوا الكميه اللي عطات، هذه كميه روعه بمكان. شوفوا غادي نعطيكم واحد النصيحه. نتوما الا بغيتو كميه بزاف خدموا بها في نهارها ترتاح ساعه ولا ساعه ونص، كاع ساعتين لا طارت وخدموا بها. ولكن راه الا باتت، ما عرفتش انا علاش، لاني جربتها 2 ديال المرات، الا باتت غتطلق الزيت. انا راه بالعجانه وطلقات لي شويه ديال الزيت. الا خدمتوها في نهارها هانتوما كتشوفوا ما كاينش الزيت كاع، ما كاينش حس الزيت، ولكن لا بقات راه غتطلق الزيت. خدموا بها في نهارها وان شاء الله ما يكون الخير. هانتوما كتشوفوا ناشفه. شوفوا منين باتت شربات والحجم ديالها نقص، يعني ما عطاتنيش الكميه ديال 4 كيلو كيف ما العاده، لانني كنخدمها في نهارها. هذه ضروري بنقولها لكم للصدق والامانه، وباش تعرفوا بانني صادقه معكم. راه الحوايج دابا اللي غادي تشوفوني لابسه ماشي هما الحوايج اللي فاش عجنتها، لانني عجنتها انا بنهار وبيتها. انا كنخدم بها دائما في نهارها. اول مره بيتها فانا ما ننصحكمش تبيتوها. كيخرج صابلي زويون مقرمش كلشي، ولكن من الافضل نتوما حنايا علاش الغايه ديالنا منها هي تعطينا كميه كبيره بديها تخدموا بها في نهارها وصافي. بالنسبه للطليق ديال العجينه كنطلقوها تكون في قياس واحد، ما يكونش شكل كبر من شكل ولا واحد رق من شكل. كنزلوها في اللاطه، كنشعلوا الفران على 160 درجه
كيطيب الصابلي على المهل لان الطياب ديالو مهم باش ما يبرد لكمش ويحافظ على القرمشه لاطول مده ممكنه هو بداك الجليكوز. ومنين كتطبعوا ما كتبقاوش تشديو وتجيبوه في الطابع. هادو بالنسبه لي اول مره غادي تطبع الصابلي. حطي وهزي يديك انا نوريك. هانتوما كتشوفوا هنا راه طالقه لي الزيت والله الا طالقه خدمت بها عادي وخدمت لي غير هي. لا خدمتوها بيديكم راه وبيدتوها راه تلقاو غير الزيت وتدعيو عليا يعني تدعيو فيا اللهم انا قلتها لكم دابا نتوما وخدمتكم. هنا كنطبع باش ندير الشكيلات الثانيين. هنا باش غادي نطبع معكم داك القليب كنت قبل وجدته معكم غنديروه نفسه غير هي ما نوجدتش معكم التعليقه ديالو. التعليقه ديالو غادي تلقاوها في الفيديو غيطلع لكم في مربع في اخر في اخر هذا الفيديو هذا باش تشوفوا التعليقه الا بغيتو في واحد الروتين ديال الطلبيه. وان شاء الله غنزل لكم فيديو خاص بالتعليقه بهذا التعليقه اللي خدمت وهي بمذاقات مني متنوعه حيت كيبغيوها الكليان وكتجي زوينه في الصابلي. هانتوما هنايا انا خدت الطابع الثاني غنديروه في الطحين. دائما هذا المثقوب من الاحسن ديروه في الطحين غير كتبركوا وتهزوا يديكم. هانتوما تشوفوا هنا بركت صافي ما تدي ما تجيبي لا ديتي ولا جبتي خسر لك وتقولي مريم هي اللي هي اللي خطاتني. ودائما راه شوفوا الوصفات شتي اللي كيخسروا راه الاغلبيه منا حنايا ما كنتبعوش النصائح وما كنتفرجوش في الفيديو من الاول للتالي. واختي كيف ما شفتي انا اللي عليا راني درتو وخلي لي واحد اللايك الله يجازيك بخير. كنكون موجده السيلبات كنكون دايرها في اللاطه لان هاد الشكل هذا بغاتو السيده يكون مزوق ماشي سامبل مسوق بداك الزواقه ديال السيلبات اولا البافوني كل واحد شنو كيقول لها. كنقلبو هكا باش يسهل عليا لان هذا اللي كيكون رقيق راه صعيب شي شويش في الهزه ولكن خصو على الخاطر. وهذا الشكل هذا راه كيطيب دغيا دغيا. هذا اللي كيكون مثقوب عنده المده ديال الطياب ديالو ماشي بحال اللي كيكون كاع ما مثقوب. وديما انا كنطبع هذا اللي مثقوب مثلا كنحسب شحال من حبه عاوتاني اللاطه الثانيه كندخل فيها نفس العدد ديال هادو. ملي كنزلها في على اللاطه اللي تدخل الفران عاد كنحيد لها داك الوسطاني باش كيبقى الشكل هو هذاك كيف ما طبعتوه كيبقى مرصوع. صافي هادو هما جوج شكالات اللي كانوا في هاد الطلبيه خدمتهم. انا كنوريكم غير باش تشوفوا هاهما قد قياس واحد. دابا غنشارك معكم الزواق ديالهم. كتعرفوا دابا الصيف ما كيبغيوش الناس الشكلاط كيمشيو لداك الشكيلات الخفيفين. مثلا نزلهم باش تشوفوا الرق ديالهم يلا يبان. ومن النجاح ديال الصابلي هي ملي كتنزلي هاد الحبه فوق حبه كتجي قياس واحد وحساب واحد. وكل شيء مع الممارسه راه كيتعلم يعني الحاجه كديريها اليوم وغدا راك كتعلمي. حتى حنايا ما جيناش وطلقنا الدلاك وعرفنا هاد الشيء. هاد التعليقه هذه غادي نخليها لكم هي وهاد الطريقه ديال هاد الصابلي من الاول للتالي في اخر فيديو. راه دائما كنخلي لكم جوج فيديوهات في التالي ديال الفيديو نتوما كتختاروا اللي بغيتو تفرجوا فيه. صافي من بعد ما نزلت ساهل كتنزلي التعليقه في الوسط وكتحطي هذاك اللي مثقوب من الفوق. كندير في الراس ديال هذا القليب هذا بالموس شويه ديال الجليكوز
كندير فيهم كاملين الكليكوز، وكنبدا نهز هذيك الوريضه ديال الباط شوكولا اللي كنديرها بالبيستولي ماشي بالسيليكون. وانتم الا كان عندكم اي حاجه بغيتو تسوقوا بها داك الرويس، واخا حتى باللوز كونكاسي ديروه ماشي مشكل. لا عندكم حتى شي فكره احسن من هذه ديروها. ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو ديال بات شوكولا وفيديو ديال التعليكات. انا شوفوها البنات، انا كنصور معكم فاش كنكون في خاطري كيكون عندي وقت، وكنبغي نعطيكم فيديو يكون زويون تعلموا حاجه وحده. مثلا لا تعلمتوا غير هاد العجنه هذه تخدموا بها، عندي انا افضل ما ندير لكم فيديو فيه العجنه فيه الصابليات بزاف، ندير لكم تعليكه، ندير لكم بات شوكولا. يعني انا ما كنكونش كنصور فرحتي وتنتوما راه عقلكم كيتخربق. انا مني انا كنتبع فيديوهات بزاف كيديروا هذا المحتوى هذا، انا كنبقى دايخه كنقول كيفاش هاد البنات كيديروا هادشي كامل في دقه واحده. المهم ما عليناش، حنا سوقنا في راسنا ما سوقناش في الناس. فانا كنشوف شي حوايج كيديروهم البنات كنستافد منهم. هنا درت واحد التلصيقه اللي روعه. تندير هنايا معلقه ديال الناباج عامره مع 2 معالق ديال الجليكوز مع 2 معالق ديال نيسلي كراميل ديال الطاسه ديال القزدير، يعني ماشي هذاك اللي كيتباع بالعبار، ومع باط ديال الكراميل. واجا واحد المذاق ما نقول لكمش خاطر وحق الله زوي ونجربوه. وانا ان شاء الله كل شيء راه غادي يجي. انا الهدف شنو قلت لكم، كل فيديو نعطيكم حويجه. هذوك الفيديوهات ديال المحترفات غادي يجيو من بعد ان شاء الله. صافي انا كنخدم صبعي هو باش كندهن في شي شكيلات، فكتحسي بالكميه كتحسي بالعبار بيديك كيف ما كتعجني العجينه وكتعرفي واش غادي تزيدي الطحين ولا ما تزيديش فيها هكاك. صافي كنزل هنايا وبداو بالكونكاسي حسن، لان الشكلاط كيسيح من الافضل داك الكونكاسي بحال كيدير له حاجز ما كيخليهش يسيح بزاف. صافي في هاد الوقيته هذه انا كندير الكونكاسي. راه عندي شكلاط بيض كندوبو في حمام مريم حدايا، مره كنحركو باش ما يتحرقش. المهم يدينا في هذه عاوتاني كردوا البال لحاجه واحده اخرى. دابا غادي نوريكم الزواق، غادي نوريكم واحد شويش بعجاله. صافي ما تغطسوش هذا القليب في الشكلاط باش ما يرونش الدنيا وما كيجي تا هو في الفينيسيون زويون. وراه مطلوب ممكن ديروه على شكل دائري، ممكن وريضه، ممكن هاد الشكل هذا تيخرج بواحد الكميه مهوله. يعني عند البنات كاملين اللي كيخدموا هاد الشيء كيجي مؤدب. وانا من المحبين ديال هاد الشكل هذا. والله الا هذا انا كنديرو بعدا في داري، يا اما في هاد الشكل هذا يا اما داير. المهم دابا تشوفوا كلشي كيجي مع الوقت. صافي من بعد ما كندير هاد الشكلاط الابيض كنجيب الورد، كنكون كلشي منزله حدايا باش ما كنبقاش غادا جايه في النيه هذه. ملي كنكون نعجن العجينه كنوجد كلشي لا يخص العجينه، كنعجن كنسالي كنجمع. من بعد ملي كنجي نزوق الصابلي كنزل العقيق كنزل الورد الشكلاط كندوب تعليك كنوجدها عاد كنبدا حتى تخدمي فرحتك وكيف تكون عندك الخدمه ما مفقوصه يعني ميسره. هانتوما كتشوفوا هاد الشكل اللي ساليتو كنحطو في هاد السوينيه هذا في هاد السوينيه هذه. عرفتوا شحال من مره دخلت الصوت وهضرت ومسحت، فعاد لقيت الوقيته فين انني نهضر فرحتي. كانوا هادو هما الشكيلات. الثمن ديال البيع 80 درهم بالنسبه على حسب الزواق. الثمن ديال البيع راه على حسب الزواق وشنو داخل في الصابلي. 80 درهم كان غير بكاوكاو كتخدموه ب70. وانتم من الاحسن دابا 80 درهم هذا هو الثمن المناسب صراحه. كان شحال هذه منين تنتمناو ان السلعه ترخص ويطيح الثمن تاع ديال هادشي. كان هذا هو الفيديو. خلي لي واحد اللايك الا وصلتي لهنايا، راك من المحبين ديالي. خلي لي لايك تعليق قليب باش تدعم لي الفيديو ويستافدوا ناس واحد اخرين. هذا هو الهدف من القناه ديالي. ما كنتعاند مع حد، ما كنتسابق مع حد، وما كيهمني حتى شي واحد. في امان الله وحده. الا كانت الله يرحم الوالدين فهي هذاك هو الخلاص ديالي، هذاك هو كلشي.